أهلا بيكم أصدقائي متابعين قناتي ومتابعين يا مريوكتل وبريش بكتاج مع أخبار جديدة وحصريا مفاجأة كبرى. مش تنسوا دعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة، واوعوا تنسوا اللايك عشان في الفيديو ده يشارك معاكم أخبار كتيرة جدا مع ذكريات جلوم وإثارة الجدل مستمرة على رغم انسحاب يامور وانتهاء دورها مع باريش، إلا ما زالت إثارة الجدل مستمرة ومقالة عن يامور. أخبار كتيرة جدا هشاركها في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ الأول مقالة عن بنتنا حبيبتنا يامور يوكسل. كالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة اجتماع. شايفين السفرة دي في اجتماع من الكاست مسلسل الأراضي الغاضبة كلهم، وهتكون بقى حفلة وأشياء جميلة جدا، وأتمنى ينزلونا شوية صور حلوة من هناك. طبعا ترجمة المقالة بتقول أيام قبل توكيا طبعا مع مطر، كلنا ننتظر بفارغ الصبر مشروع جديد للممثلة الشابة يامور يوكسل التي بدأت بالتمثيل من خلال مسلسل زهور الدم على قناة السابعة، تستمر في زيادة النجاح لمدة 3 سنوات. ثم انكشفت يامور يوكسل في الأوان الأخيرة الذي كان العقد عديد من الاجتماعات لمشروع بعد انتهاء الموسم من مسلسل زهور الدم. وقعت اتفاقية لمسلسل أراضي الغاضبة من إنتاج لمون إنتاج. سعيد طبعا ليامور يوكسل حياة شخصية إيلول في مسلسل أراضي الغاضبة التي انضم طبعا، وذكرت كل الفريق المتواجد مع يامور يوكسل. بس كده؟ لا مش بس كده، طبعا الفانزا بدأوا يتكلموا عن صورة باريش بكتاج، وطبعا مع طبعا مدرسة بتاعته أو معلمته اللي هو قابلها لما سافروا إلى فرنسا في الحفلة وإزاي هو كان تلميذها وبعد سنوات اتقابلوا، وبقيت طبعا نشوفها في مهرجان كان، ولم يعد التلميذ صغير ولم يجتهد بل أصبح ممثل لامع ونجم متألق، واتكلموا عن ده. لا يسكتوا، لا ما يسكتوش أبدا، دي تيجي تسكت. طبعا قعدوا يتكلموا عن جلوم طبعا وذكرى باريش بكتاج وجلوم. وزي ما انتوا عارفين كان رمضان اللي فات كان زي الأول ده، كان مفروض ان باريش بكتاج وجلوم كان مفروض في مقالة أو كان مقابلة ليامور يوكسل مع الصحفية بيرسن وباريش بكتاج، وكان في جدل كبير جدا على حتة اللي هما مش كانوا عايزين ينزلوها لباريش بكتاج مع طبعا لما اتكلم عن زوجته وان هي قرة عينه، ان هي بتكون فخورة بزوجها لما بتشاهده والكلام ده. وأثارت الجدل كالعادة، طبعا بيتكلموا الفانز عن الحوار ده، ونزلوا صورة لجلوم بكتاج ذكرى فرحتنا طبعا لما سافرت، والتحديات لما سافرت وهو كان طبعا مع الكاست وكان بدون دبلة، وقعدوا بقى يتكلموا كتير عن الحوار ده. مش عارفة ايه اللي دخل يامور في الحوار ده، مش عارفة، لازم يربطوا يعني هو باريش بكتاج ما بيشتهرش الا لما يجيبوا يتكلموا عن زوجته. بيقول قد جعلتني ابتسم وعندما شاهدت زوجتي المسلسل قالت هذا زوجي، وقالت اني شعرت اني استطيع ان افعل اي شيء بعد ان جعلتني فخورة. وهالكلام قدامكم طبعا الفانزة مكرراه وعمالين يتكلموا عن الحوار ده. مش عارفة يعني باريش، انا بستغرب والله في الحوارات دي كلها. باريش مش محتاج، باريش ممثل كويس بس لو اجتهد على نفسه وبعد حوارات زوجته عن حياته. زوجته ماشي لروحها والتمثيل وشهرته، وكإنسان كممثل لروحه ده كيان خالص أو كيان مختلف تماما. ولكن ده رأيي، شاركوني برأيكم في التعليقات، مش تنسوا دعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة.